تخيل إنك تكتب فكرة بسيطة وفي خلال دقايق تتحول لفيلم كامل جاهز للنشر من مجرد فكرة أو جملة. في الفيديو ده هشارك معاكم موقع بيحول أي فكرة صغيرة لسيناريو ومشاهد، وهيبقى معاك فيلم كامل جاهز للنشر مجانا وبدون حدود. فركز معايا في الشرح وما تنساش تعمل لايك واشتراك عشان يوصلك كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي. أول خطوة هنفتح الموقع بالشكل ده، وده واجهة الموقع اللي هتظهر قدامك، وهسيبلك رابط الموقع تحت في الوصف. والموقع هنا بيقول لك إنك تقدر تحول أفكارك لأفلام بدون أي تكلفة وبضغطة زر بس. يعني من مجرد ما هتكتب فكرة أو جملة، الموقع هيحولها لك لفيلم جاهز للنشر على السوشيال ميديا، وكل ده مجانا ومش محتاج أي خبرة. ده اسم الموقع. الموقع سهل وبسيط، فركز معايا النهاردة في الشرح عشان هتستفاد جدا. موقع خطير ولذيذ جدا. هندوس هنا عشان نسجل دخول، هيفتح معانا الصفحة دي، وهنا عندك كذا اوبشن لتسجيل الدخول سواء بالايميل او بجوجل، وانا النهارده هسجل بجوجل. هنيجي هنا وهندوس عليها بالشكل ده. كده تم تسجيل الدخول بنجاح، وهيفتح معاك الواجهة اللي انتوا شايفينها دي. ومن خلال الواجهة دي هنقدر نعمل الافلام بتاعنا اللي احنا هنعملها، سواء بقى اي نوع من الافلام حابب تعمله، دراما، افلام سينمائية، اي حاجة هنقدر نعملها. وأعرفكم ده خطوة بخطوة من خلال الموقع. الموقع جميل بشكل رهيب. هتشوفوا النهاردة مع بعض ازاي النتائج هتطلع تحفة واحترافية، وهستناك انت كمان تجرب الموقع وتقولي رأيك في الكومنتات. أول حاجة هنا الموقع بيوفر لك استايلات كتير وبيوفر لك كل اللغات. هنا تعالوا نتعرف عليه واحدة واحدة. أول حاجة في البوكس ده هنبدأ نكتب له أفكارنا أو نكتب له أي فكرة. هنا بقى الموقع بيجمع جميع اللغات، تقدر تختار أي لغة أنت حاببها، تقدر تختارها بكل سهولة. وهنا بقى حابب الأفلام بتاعتك تطلع 3D، هتقدر بقى تختار من هنا أي ستايل أنت عايزه زي ما انتوا شايفين كده. وهنا لو حابب إن الموقع يكتب لك هو السكريبت بنفسه بتدوس عليها. لو حابب إنه أنت اللي تكتب السكريبت مفيش أي مشكلة. وهنا بقى إنك أنت تقدر تختار مدة الفيديو، في 8 ثواني وفي دقيقة ومعاك دقيقتين ومعاك إنك تسيبه مفتوح عادي. برضو الموقع بيوفرها بشكل مجاني، تقدر تستخدمهم. وعندك هنا مقاسات اليوتيوب والتيك توك، تقدر تستخدم كل اللي قدامك ده بشكل مجاني وبدون أي قيود. هنا بقى لو انت حابب ما عندكش أفكار أو حابب الموقع يكتب لك السكريبت، بتضغط عليها والموقع بيبدأ يجهز لك هو السكريبت، وانت بتبدأ تقرأه وتعدل عليه زي ما انت حابب، زي ما هنشوف النهارده في الفيديو ده. وبتبدأ بقى تختار اي ستايل انت عايزه، سواء عايز تعمل افلامك بقى 3D، عايز تعملها زي ما انت عايز، وهتضغط على العلامة دي وهيعمل معاك. تعالوا هنا نشوف الستايلات. لو دوستي هنا هيفتح معاك ستايلات اكتر، كل ما تدوس هنا هتلاقي معاك اكتر واكتر زي ما انتوا شايفين كده. وتبدأ بقى تختار انت عايز فيلمك او اللي انت هتعمله الخاص بيك عايزه بأي ستايل من دول. احنا النهارده هنشتغل على ستايل ال 3D زي ما انتوا هتشوفوا النهارده. هنيجي هنا عند البوكس وهنبدأ بقى نكتب الفكرة اللي في دماغنا. لو ما عندكش افكار تقدر تروح لشات جي بي تي وتخليه يكتب لك افكار. انا هنا ضغطت على الستايل المناسب معايا هبدأ اختاره، ضغطت على ال 3D بالشكل ده وهيبدأ يظهر كده. وهنبدأ بقى اكتب له الفكرة اللي عايزة اعملها. وانا هنا قلت له عايزة قصة مغامرات داخل الغابة واريد التحدث باللغة العربية. بعد ما كتبت له اهو الجملة دي بس، هنزل هنا بقى تحت عند السكريبت وهضغط عليها. تمام. هو هيبدأ بقى يكتب لك السكريبت من عنده، وهاجي هنا بقى هبدأ اختار اللغة اللي انا عايزاها. وانا هنا هختار اللغة العربية زي ما انتوا شايفين كده بكل سهولة، واخترت مقاس اليوتيوب وهقوم دايسة هنا. وبكده بقى الموقع هيبدأ في إنشاء السيناريو بتاعي الخاص بيا. هيبدأ يكتب لك السيناريو، وانت من هنا بقى تقدر تقرأ السيناريو. لو حابب تعدل عليه أو تشيل جزء أو تضيف جزء، هتشوف مع بعض الموقع ازاي هيعملها لك بكل سهولة. وهتشوف في الآخر الفيديو بجد هيطلع بنتيجة احترافية جدا بدون إخراج وبدون أي حاجة، من غير ما تتعب في أي حاجة. اهو هنا الموقع بدأ يعمله لنا بكل سهولة السكريبتات زي ما انتوا شايفينها كده. تقدر بقى انك تقرأها واحدة واحدة زي ما انت حابب، وتشوف ايه الحاجة مثلا اللي حابب تضيفها او حابب تشيلها. تمام. وتبدأ بقى تقرأ التفاصيل دي كلها. الموقع جميل جدا الصراحة. مسموح لك يعني انك تقرأ وتشيل وتحط زي ما انت عايز.
زي ما انتوا شايفين كده هو عارض لك كل حاجة هو هيعملها لك، لو موافق عليها بتكمل، لو مش موافق بتغير عادي جدا وبكل سهولة. حابب انت تكتب له السكريبت وهو يحولها لك لفيلم تقدر تعملها برضو. الموقع بيوفر لك كل ده بشكل مجاني. كده بقى بينقلك للواجهة دي، وهنا بقى بيبدأ يجهز لك المشاهد بتاعتك في فيديوهات، وهيبدأ يجمعهم لك كلهم بشكل متناسق جنب بعض لحد ما يطلع لك فيلم كامل. زي ما انتوا شايفين كده الفيلم طلع معانا. تعالوا بقى نتفرج مع بعض عليه. هنيجي هنا عند الزرار اللي تحت ده وهنضغط عليه بالشكل ده، وهو دلوقتي انا عشان قلت لكم تسجيل الشاشة بيجي من غير صوت فانا هعملها لكم. Oh, sorry about that. إنها مقايضة. هذا لصديقي. هيا بنا نعود إلى المنزل يا فليكر. وزي ما شفنا النتيجة طالعة احترافية ازاي. تخيل ده كله عملهولي من مجرد ما انا كتبتله جملة بس. الموقع ما بياخدش وقت كبير خالص، هو مثلا من دقيقة ل3 دقايق وممكن اقل كمان، وهيبدأ يعمل معاك الفيديو بكل سهولة. لو حابب تعدل على حاجة بتيجي تدوس هنا هيفتح معاك الواجهة اللي انتوا شايفينها دي، وهنبدأ بقى لو انت حابب تعدل على اي حاجة من المشاهد، حابب تحذف حاجة او تشيل حاجة او في حاجة مش عاجباك، بتبدأ تيجي هنا تحت وتشيلها بكل سهولة زي ما انتوا شايفين كده. وبتقدر هنا كمان تضيف بقى مشاهد او تقدر انك تنزل كل فيديو من دول لوحدهم لو انت مش عايزه كامل على بعض. تمام. بتيجي بقى هنا وتبدأ تنزله من السهم ده وتبدأ تنزل حاجة حاجة، مش الفيلم كامل، هوريك الفيلم كامل هينزل معاك على الجهاز ازاي. وبتيجي هنا على جنب عندك كذا اوبشن تقدر انك تضيف بقى من الجهاز اي فيديو لو انت حابب تضيف فيديو من عندك على الجهاز. هنا لو حابب تضيف ميوزك اي موسيقى او اي حاجة بتقدر تضيفها. هنا لو حابب تضيف نص او كلام او اي حاجة برضو انت حاببها تقدر تضيفها. وهنا تقدر تضيف ستيكر. تقدر بقى تشوف كل الاعدادات اللي على الجنب دي وتقدر تستخدمها بشكل مجاني برضو، والفيديو هيطلع معاك بشكل احترافي وبالطريقة اللي انت راسمها تقدر تخلي الموقع يطلعهولك. هتيجي بقى عشان تنزل الفيديو بتدوس هنا فوق على تصدير وهيبدأ الفيديو ينزل معاك على الجهاز بكل سهولة وبدون اي مشكلة. تعالوا بقى مع بعض نعمل فيديو تاني او فيلم تاني سوا. هنيجي برضو هنا نختار اي ستايل احنا عايزينه، وانا اخترت هنا ال 3D وهبدأ اكتب له هنا برضو جملة او فكرة. لو ما عندكش تقدر تخش لشات جي بي تي وتخليه يكتب لك افكار. وانا قلت له هنا عايزة قصة للروبوت الذي اراد ان يصبح انسانا واريد التحدث باللغة العربية. تمام. وهبدأ ادوس هنا بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده بدأ يكتب لي برضو السيناريو بتاعي وبدأ يجهزهولي. لو حابب اقرأه مش شرط انك تعمله باللغة العربية، ممكن تعمله باللغة الانجليزية. عندك لغات كتير في الموقع تقدر تستخدمها بكل سهولة. وهنا هو بعد ما كتب لنا السيناريو تقدر تقرأه بقى وتعدل عليه، او انت لو موافق خلاص هيبدأ بعد ما هو كتبهولك هيبدأ ان هو يجمع لك المشاهد. وهو هنا عمل لي ابطال القصة زي ادم وعمل لي يعني مجموعة. زي ما انتوا شايفين كده هيبدأ هنا بقى يعمل لنا المشاهد بتاعتنا بكل سهولة، والفيلم اهو طلع معانا. تعالوا نشوفه مع بعض. تعالوا من هنا اهو هندوس هنا تحت وهنبدأ نشغله مع بعض. بس زي ما قلت لكم ان تسجيل الشاشة عندي بيطلع من غير صوت، فانتوا جربوا وقولوا لي ايه رأيكم. الموقع سهل وبسيط، وكمان حركة الشفايف فيه مع الصوت هتلاقيها مناسبة جدا وبدون اي اخطاء في الموقع. بصوا.
وزي ما إحنا شُفنا النتيجة حلوة إزاي، وكل حاجة والتفاصيل كلّها طالعة باحترافية. هنيجي هنا بقى لو أنت حابب تعدّل على حاجة بتضغط هنا، وبتخش هنا بقى تبدأ تعدّل على المشاهد اللي أنت عايزها أو تشيل أو تحذف أي حاجة زي ما أنت عايز، أو لو حابب برضه تضيف أي حاجة بتضيفها من على الجهاز. لو عجبك الشرح ما تنساش تعمل لايك واشتراك وشارك الفيديو مع أصحابك عشان يوصل لأكبر عدد. ودلوقتي تقدر تبدأ إنك تكسب من الذكاء الاصطناعي.